تيرارارا متغربين احنا، متغربين تجري السنين واحنا جرح السنين متغربين احنا، متغربين تجري السنين واحنا جرح السنين لحد قال عن خبر يفرحنا، ولا حد جاب منا كلمة تريحنا تريحنا. بس اما تيجي وانا احكي لك عاللي جرى، وامسح دموعي بمنديلك عاللي جرى وعاللي جرى عاللي جرى. الله 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 يا استاذ عبد الكريم الفنان الجميل من اجواء مصر الرمضانيه، الحاقا ببرنامج امريكا بالمصري. نصور اليوم مع احد فنانين مصر الشبان على ضفاف النيل في مدينه ديكرنس محافظه الدقهليه، ومعنا مجموعه من الشباب السهرانين في الاجواء الرمضانيه واستعدادا كمان للعيد. وكل سنه واعزائنا المشاهدين بخير. ومن ضمن فقراتنا اليوم فقره غنائيه نهديها الى المقيمين المصريين بامريكا، ونحب ان الفنان يقدم نفسه. انا اسمي عبد الكريم احمد السيد، وخريج اتصالات بحريه بالاكاديميه البحريه خليتك اسكندريه تسيب البحر وعملك كقبطان بحري او اتصالات بحريه وتتجه الى مجال الغناء يعني؟ تمام. طبعا طبيعي انا اتخرجت، فما بين التخرج والتعيين دي اساسي كل طالب بيمر بالظروف ديت. فانا في وقت فراغي لازم ان انا انمي الموهبه بقدر الامكان، فكنت بشغل وقتي بان انا اتعلم غنى كويس واتدرب واحضر كذا حفله واغني وكده يعني، وده كانت فرصه كويسه. طيب انت بتغني الجديد ولا غناء كله القديم؟ وايه النوع معين من الغناء انت تحب تأديه او تقدمه للجمهور يعني؟ والله انا اعشق الغنى القديم لان هو بيشتغل على كذا مقام والمقامات كلها، انما الغنى الجديد كله ما بيشتغلش الا على مقام محدد زي مقام الكرد او مقام الرست. فلذلك الغنى القديم هو بيعلم الانسان ازاي يغني يعني. في فعاليات جديده انت داخلها بمناسبه العيد ان شاء الله السنه دي؟ يعني في حفلات موسيقيه، في حفلات غنائيه كده يعني؟ طبيعي طبيعي بروح بحضر حفلات في القاهره يعني انتوا بتستعدوا كفرقه في مدينه ديكرنس لعمل حفل غنائي ان شاء الله في بعد ايام بمناسبه العيد السنه دي ولا مفيش؟ طبعا باذن الله في حفلات هنا في المنصوره، بالاضافه الى فعاليه كبيره في شهر 8 حفلتين لاسره نحن هنا الثقافيه. احنا كمان نحب نتعرف ببعض اعضاء الفرقه عندكم وبعض الشباب اللي سهران معانا الليله دي. الاستاذ محمد النوارجي، اهلا وسهلا بيك، شرفتنا وكل سنه وحضرتك طيب. يا ريت تعرفنا السنه دي انتوا استعداداتكم ايه في شهر رمضان، وعملتوا ايه في الشهر اللي فات ده، وهل في حفلات قادمه ان شاء الله بتستعدوا لها في فرقه ديكرنس الثقافيه ولا لا؟ باذن الله. هو الفتره اللي فاتت احنا كنا موقفين الشغل لفتره مؤقته بسبب الامتحانات بتاعه الطلبه، اغلب الناس اللي مشاركه معانا طلبه ثانويه عامه او طلبه جامعات، فبالتالي كنا موقفين الشغل. ففي الفتره يعني بدانا من حوالي اسبوعين كده بالفعل بدانا ننفذ شغل على ارض الواقع. استاذ عبد الكريم بدا بروفات في الورشه بتاعته، استاذ احمد نصر برضه مسؤول ورشه الشعر حاليا ورئيس مجلس اداره الاسره، والاستاذ احمد عبد الفتاح المخرج العمل المسرحي. وبالفعل احنا بنحضر لحاجه بسيطه في العيد كاحتفاليه بعد الصلاه هننظمها باذن الله في ديكرنس، وباذن الله في عندنا حفله في شهر 8 هتبقى في مدينه ديكرنس. لسه ما تمش تحديد المكان بالظبط ولا الميعاد بالظبط، احنا حاليا بنجهز لها، وحفله باذن الله هتبقى في قصر ثقافه المنصوره برضه في شهر 10
ان شاء الله. يعني برضه نرجع تاني للغنى، والفنان عبد الكريم يأدي لنا أغنية ويهديها بقى حاجة كده خاصة من الطرب الأصيل لأهلنا في أمريكا، لبرنامج أمريكا بالمصري، وهنسيب له حرية الاختيار هو بقى يشوف هو هيغني لنا إيه إن شاء الله. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان انول كل الرضا يوم تروح له مرتين، من السيدة لسيدنا الحسين، علشان حبيب زي الغزال يوماتي أهجر حينا، وكل واحد عني قال عاشق عاشق، قلبه مش هنا، وانا قلبي متحير ما بين السيدة وسيدنا الحسين، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان انول كل الرضا يوم تروح له مرتين، من السيدة لسيدنا الحسين. أسعدتنا يا عبد الكريم والله الحقيقة يعني. والآن أعزائي المشاهدين إن شاء الله ننتقل إلى استوديوهاتنا في أمريكا مع مدام حنان، ونوجه لهم رسالة وتحية خاصة، ومكللين بالنجاح والتوفيق، وكل سنة وحضراتكم بخير، ونشوفكم الأيام اللي جاية إن شاء الله.